ضمن سلسلة من الإنجازات العلمية المتحققة في جامعة ديالى، حصلت الجامعة على المركز الأول عراقيا، وحصلت أيضا على مراكز متقدمة عالميا في تصنيف الويب ماتريكس فيما يخص الاستشهادات البحثية في جامعات العالم، حيث يعد هذا الإنجاز عاملا مهما وحافزا لدخول جامعتنا إلى المزيد من التصانيف العالمية. كان لنا الفخر أن تحتل جامعة ديالى المركز الأول عراقيا بعد أن جمعت 6360 نقطة، وجاء بالمركز الثاني عراقيا جامعة دهوك واللي جمعت 2127 نقطة، أي بفارق حدود 4000 نقطة بين المركز الأول والمركز الثاني. وجاءت جامعة بغداد بالمركز الثالث عندما جمعت 1976 نقطة. وهذا الموقع جعلنا نحتل الموقع العالمي 2196. جامعة ديالى في بداية الأمر شكلت لجان متخصصة من ذوي التخصص ممن لديهم إشارات جيدة ومن لديهم بحوث علمية متميزة في مجلات عالمية رصينة. هذا وقد أكد المساعد الإداري الدكتور عامر محمد إبراهيم في كلمة لعدسة الجامعية إن هذا التصنيف اعتمد على عدد من الاستشهادات للباحثين من مختلف جامعات العالم، حيث حقق باحثو جامعة ديالى أعلى نسبة استشهاد عراقيا للدكتور عبد اللطيف مولان، وهذا الإنجاز خير دليل على علمية وأكاديمية الباحثين والتدريسيين الموجودين في جامعة ديالى ورصانة البحوث المنشورة في المجلات العالمية. هذا التصنيف هو تصنيف مهم ويعتمد على عدد الاستشهادات للباحثين من جامعة ديالى الذين تم الإشارة إليهم من قبل باحثين أجانب. جامعة ديالى سجلت نسبة عالية في عدد الاستشهادات، وكانت هناك أعلى نسبة استشهاد لتدريسي اللي هو دكتور عبد اللطيف مولان. هذا وقد هنأ عدد من العمداء مجلس الجامعة والتدريسيين والباحثين بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل تضافر الجهود ورصانة وعلمية باحثي الجامعة الذين استطاعوا أن يصلوا إلى العالمية من خلال وعيهم بحجم المسؤولية المترتبة على عاتقهم في رفع جامعة ديالى إلى مصاف الجامعات الكبرى. نبارك لجامعتنا العتيدة جامعة ديالى رئاسة متمثلة بالأستاذ الدكتور عباس الدليمي وأعضاء مجلس الجامعة، ونبارك لكافة منتسبي الجامعة من علمائنا الباحثين والتدريسيين. نهنئ جامعة ديالى بدءا بالسيد رئيس جامعة ديالى وأعضاء مجلس الجامعة المحترمين وأساتذتها الكرام وموظفيها وطلبتها الأعزاء بحصول جامعة ديالى المرتبة الأولى. لقناة الجامعية الفضائية، علاء الأمين، ديالى.